كطيح يعني هنا في الجدره، كطيح في الجدره ديال النبته، يعني النبته كتستافد منها وكتجي بطاطا تامره وغليظه وكيكون طوناج مزيان. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحه جيده وفي احسن الاحوال. كما كتشوفوا معنا هذا النهار اللي هو 16 شهر 3 2023 ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الفيديو هذا غنخصو بالنسبه للبطاطا. يعني البطاطا هذه اللي كتشوفوا عندها سبعه ديال السيمانات، يعني 7 ديال الاسابيع. هذه راه تزرعات في 26 شهر واحد، ودابا شوفوا تبارك الله كيفاش ولات. يعني دابا غادي نقول لكم غير شنو خصو يدار، يعني في هذه الفتره هذه شنو خصو يدار، الاسمده اللي خاصك دير لها، وكذلك يعني واش ديرها في الخط تشتتها باليد ولا ديرها في الكوتاكوت، فهمت؟ وشنو خاص اخر يدار باش يجي انتاج وفير، باش يكون طوناج مزيان. المهم هادشي اللي غتعرفوا معنا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. وما تنساوش اخوتي دائما دعمونا في القناه، جزاكم الله كل خير. بالنسبه للناس اللي زارعين البطاطا اخوتي غادي ننصحكم يعني ضروري ومؤكد هاد الوقيته هي وقت ديال التبطان، يعني وقت الخدمه اللي خاصك دير الملحه البطاطا. يعني الاسمده الملحه هي الاسمده ديال اللي كاين ديال 21، كاين ديال 33، وكاين كذلك ديال 46. المهم الاحسن دابا في هاد الوقيته هذه كنديروا الملحه ديال 33. كاين اللي كيديرها في الخط كيشتتها من بعد كيحرش بالبهايم، وكاين اللي كيديرها في الكوتاكوت. بالنسبه لبعض الاخوان سولوني ما احسن واش نديروها بالخط ولا يعني ولا نديروها في الوكاله وتمشي في الكوتاكوت. بالنسبه للكوتاكوت اخوتي احسن يعني كنصيحه، لان في الكوتاكوت مثلا الا كنتي غدير 2 قناطر ولا 3 القناطر اللقطار ديال الملحه، في الكوتاكوت غادي تهز لك غير قنطار ولا قنطار ونص، يعني فيها الاقتصاد. وكذلك بالنسبه للكوتاكوت كتستافد النبته اكثر من الخط. علاش؟ نعطيكم مثال. منين كدير انت كدير الملحه في الكوتاكوت وكتجي كتشريها في الماء، راه كطيح في الجدره. شفتوا بحالاش كطيح يعني هنا في الجدره، كطيح في الجدره ديال النبته، يعني النبته كتستافد منها وكتجي بطاطا تامره وغليظه وكيكون طوناج مزيان. اما بالنسبه اللي كيشتغل في الخط راه يعني ما كيكونش داك الانتاج بحال في الكوتاكوت. يعني كنصيحه الاخوان، لان شحال من واحد سولني على هذا الشيء هذا. هما خوتي وديروا شي حرته بحال هذه، شي حرته مزيانه ديروها محروشه بالبهايم. وكاين اللي كيخدم بالخدامه كيبطلها بالخدامه. المهم حنا كنشاركوا معكم كل شيء اخوتي باش تعرفوا جميع التفاصيل والمعلومات. واخوتي المهم نتمنى هذا الفيديو يكون يعني في المتناول ان شاء الله. واللي بغى شي معلومات اخوتي مرحبا والف مرحبا. ها انتم كما كتشوفوا ها هي بطاطا قدامكم. وشكرا لكم اخوتي على حسن المتابعه، والى فيديو لاحق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.